كي تسمعي هذا الصوت عارفي بلي الشاميه تاعك راها ناجحه مليار بالمية، ماشي غير 100%. كيما كل مره نجيب لكم وصفه تاع الشاميه، هاد المره جبت لكم تاني وصفه مختلفه. تبعوا معايا الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي 4 كيلو تاع سميد الخشين تاع الشاميه انا شيت الميزان، وغادي نزيد معاه كاس معمر كبير. الكاس انا اللي عبرت به الكاس تاع ليموناد العادي، نص ماء عفوا نص زيت ونص سمن. كيما نتوما تقدروا ديروا الزبده، كيما تقدروا ديروا غير الزيت وحده، بصح من الاحسن ديروا كيما هكا. هذا الميلونج يجي بنين. ندخلوا هذاك ليدام مع السميد، نخليوه جانبا ونمشيو نديرو الطريقه العجيبه اللي راها دايره حاله. هنايا عندي 2 كيسان تاع السكر، انا قعدت نعبر دائما بنفس الكاس، وكاس نصه ماء ونصه ماء زهر. غادي نديرهم على النار حتى يذوب لنا هذاك السكر. هذه الطريقه كيما شفتوا كي فوا كنا نديرو تاع الميكسور يعني تميكسيو هذاك السكر وهذه السكر يذوب، يعني يذوب تمتم يعني في الساعه، ماشي كيما مداري كيما نقولوا يديروها وتخليوها تبات وكاع شغل كي تبات. باش هذاك السكر هذه المرحله هذه غادي تذوب لكم هذا السكر يعني تمتم، ما تحتاجوهاش باش تبات. ها هو الخليط نتاعي بعد ما داب السكر. ضربوه هو دافي كيما راه، راني غادي نزيده على السميد. شوفوا انا الشاميه تاعي عاد ما طابتش، راني غير نحرك في هذا الخليط، راني نحس فيه، راني نحس به باللي معسل. هنا نجيب المول تاعي اللي ندخلها للفرن. انا دائما نستعمل هذا المول اللي تلقاوه متوفر عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات والاواني، ولا يعني ما اغلبيه عندكم كيفه. ونفرش هذاك الخليط نتاعي. هنا تبغيو تقسموا الخليط وتحشيوه يبقى لكم الاختيار ليكم. انا هنايا غادي غير نطراسيها، مانيش غادي نوصل المسيله لتحت، وماني غادي نزيد لها لا حبه لا لوز لا والو، لاخاطش من الفوقه راني غادي نديكوريها بالشوكولا كيما هكا. ودروك غادي نخليها تريح واحد نص ساعه ونحيها طيب. دروك راني غادي نحيها الفور تاعي اللي شعلت له يسخن غير من التحت، نحيها في الطبق كيما نقولوا الوسطاني ونخليوها طيب. شحال تديكم وقت تديكم من 40 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. شوفوا هنايا كي تبداو تشوفوا الاطراف تاعكم هادو اللي راهم في الطرف يحمروا، عرفوا بلي الشاميه تاعكم صايرها طايبه من التحت. تما نجبدوها نطليو لها شويه السمن من الفوق ونعاودوا نديروها تتحمر من الفوق. شالوا لها من الفوق ما با 5 دقائق ولا هذا ما كان. هنا بعد ما حمرت القلب اللوز تاعي في الاطراف نخرجها ونجيب شويه السمن هكا ماشي دايب كما راكم تشوفوا فيه، وندهن السطح نتاعها. ودروك كي نردها في الفور ما نشعلهاش من التحت، خاص صايرها طايبه، غادي نشعلها غير من الفوق تتحمر ما با 5 دقائق ما تفوتهاش. انا كي جبتها من الفور راني نسقيها مباشره. الشربات نتاعي راها بارده، واللي كنت استعملت فيها 2 كيسان تاع السكر 4 كيسان تاع الماء درتهم على النار كي يغليو نقص لهم نحسب 10 دقائق ونطفيو وخليوها تبرد تماما. يعني الشربات تكون بارده والشاميه تاعكم تكون سخونه. والشربات البنات ما زهر ما ديروهلاش كي طفيو، خليوها حتى تبرد غايه وتجيو تسقيو باش يقعد لكم هذيك البنه تاع ما زهر الشابه. البنات ها هي الشاميه تاعي بعد ما ريحت ليله كامل وشربتها وحسيتها بلي راه مشربه بيا. فين تعرفوها بلي راه مشربه بيا كي تبات ديروا كيما هكا. شوفوا راكم تشوفوا هكا شغل تحسوا باللي صايي الشربات راها وصلت لها للفوق، يعني راها مخيره ومريحه غايه. دروك غادي ندير لها التزيين اللي بزاف يسقسيوني عليه وكاين اللي ما يعرفوش اش يديروه. كيما نتوما تقدروا تخليوها هكا، يعني هذا التزيين اختياري. انا هنا عندي شوكولا طاختيني، يعني شوكولا لي طاي ذوبتها شويه في ميكرو اوند، كيما تقدروا تذوبوها في حمام مائي. وغادي نزيد لها شويه تاع الزيت باش تطلق روحها باش نقدو نطليوها من الفوق.
وهذه تقدروا ديروه كيما هكا حتى في الشوكولا تاع المرجان ولا البيستاش، يعني كان يبغي يديرها عاودك بكريمه البيستاش. شوفوا كي تولي طالقه روحها. نمشيها ونكسر حتى الشاميه. هنا كي ديروا لها تذوبوها شويه وديروا لها زيت تمشى معكم فاسيلمون هكا كاع الاطراف. بالنسبه للتزيين من فوق تبغيو تزيدوا تخطوها بشوكولا بلون، تبغيو تخطوها بالمرجان، يبقى لكم الاختيار ليكم. انا هنايا غادي ندير لها شويه حلوه الترك كيما هكا، ماشي حاجه كبيره بزاف، شويه تاع الكركاع. وها هو البلا تاعي تاع الشاميه واجد. وها هي دركا واجده. انا مانيش غادي نحلها دركا، غادي نزيد نخليها تريح ليله واحده اخرى هي شحال مريحه تجيكم شابه. وغدوه ان شاء الله نتلاقاو في اللايف مواصلات الظهر ونوريها لكم من داخل كي جات.